بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تحياتي الساده المشاهدين مشاهدي قناه صوت العرب الفضائيه اينما كنتم، ومع حلقه جديده من برنامجنا حوار مفتوح. مرحبا بكم. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقه الاستاذ الدكتور محمد كمال عرف الرخاوي، استاذ القانون والتحكيم الدولي والباحث والمستشار القانوني المصري ومدير فرع مكتب إرادة الدولية بفرنسا. مرحبا بيك يا دكتور، شرفتنا. وده مش اللقاء الأول، ده اللقاء الخامس معنا الدكتور محمد. وقبل ما أبدأ مع حضرتك يا دكتور، معنا مداخلة من دولة الجزائر الشقيقة. معنا دكتورة فتيحة إبراهيمية، أستاذ القانون والتحكيم الدولي والمحضرة القضائية. مرحبا بحضرتك دكتورة. مرحبا بكم دكتور محمد صبحي، شكرا على الاستضافة، شكرا لقناة صوت العرب على هذه الاستضافة. تحية لبلد الجزائر، بلد المليون ونصف مليون، بلد مصر محبط الأنبياء. تحيات قلبية وعميقة لكم وتعيشي يا مصر في عزة، ومصر تعيشي يا مصر في عزة، إلى شعب مصر الحبيبة. مرفرف أشكر قناتكم صوت الغرب على هذه الاستضافة، كما أشكركم دكتور كذلك على هذه المداخلة مع كما أشكر السيد الدكتور رجل القانون الأول في الوطن العربي محمد كمال الرخاوي على هذه المداخلة. كما أشكره على المجهودات التي قدمها خاصة لأبناء بلدي في مجال القانون وتحديدا في مجال التحكيم، وكما أثني أيضا على مجهوداته الجبارة التي قدمها لأبناء بلدي في مجال القانون. تحية من مصر أم الدنيا، مصر النيل، مصر الهرم، مصر الحضارة، إلى جزائر الأحرار، إلى بلد المليون ونصف شهيد. حضرتك سؤال يا فندم، ما معنى كلمة والمحضرة القضائية؟ المحضر القضائي أو مهنة المحضر القضائي هي مهنة حرة مقننة يقوم خلالها المحضر عفوا قبل ذلك الالتحاق بهذه المؤسسة يكون عن طريق إجراء مسابقة، وتكون هذه المسابقة على المستوى الوطني. ومن أهم شروط هذه المهنة للالتحاق بها وهي حياز شهادة اللقاء. تمارس هذه المهنة من طرف القضاء الذي يعتبر ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، حيث يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص تحت مسؤوليته، على أن يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم. كما تمارس هذه المهنة تحت إدارة وتسيير وكيل الجمهورية التابع لدائرة اختصاصه المكتب القضائي. شكرا لمعاليك يا فندم، وشكرا لمداخلتك الراقية، وتحية من قناة صوت العرب ومن مصر أم الدنيا إلى الجزائر وإلى حضرتك. شرفتينا يا فندم إن شاء الله، وبوعد بلقاء آخر. تحياتي ليك يا فندم. بنشكر الدكتورة فتيحة على مداخلتها الراقية، ونعود إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد كمال عرف الرخاوي، أستاذ التحكيم الدولي. مرحبا بحضرتك دكتور. احنا طبعا في التحكيم الدولي تكلمنا حلقة واثنين وثلاثة وأربعة. اللي اسمه المصريين الله الله الله. المصريين هم في الدنيا